مش هنقضي الشتا كله واحنا بنعمل محشي، هنغير شوية ونرجع للسمك بقى والأكلات الطواجن الخطيرة دي. السمك ده أنا بحب أعمله طواجن خطير جدا. هندخل على مكوناتنا على طول. حلة على النار فيها أنا حطيت معلقتين زبدة بلدي، وهضيف لهم معلقتين سمنة عشان ما تتحرقش معايا. انت حابة تعمليها زيت خالص سمنة خالص براحتك خالص. اول حاجه اول ما تسيح معايا الزبده والسمنه بالشكل ده، عندي كيلو بصل هفرمه. ويا ريت البصل ما نفرمهوش في الكبه، نقطعه مكعبات بيكون احسن بكتير، لان عشان لما نضربه في الكبه بينزل ميه كتير وما بيبقاش حلو معانا في التسويه. بيغلبنا عشان يحمر معانا، لكن التقطيع هيحمر اسرع وبيكون احلى. بعد كده عملت كيلو بصل فرمته في الكبه، ولو رغم ان ما فرمهوش ناعم، هفرمه فرم خشن شويه. وبعد كده تبلت البصله بتاعتي بملح وفلفل وكزبرة ناشفة وكمون، بس مش اكتر من كده. اول ما تصفر معايا وتدبل معايا بضيف معلقتين كبار من التوم ده انا ضايفاله. فلفل اخضر، ممكن تضيفي فلفل حار، وبرضه فلفلاية خضراء انا فرماها هشوح فيها. لازم البصلة تحمر معايا بالشكل ده، لازم تكون حمرة زيادة، هي كده مش محروقة بس اللون ظالمها. اول ما تحمر البصلة معايا كويس جدا، لازم البصلة تكون حمرة شوية، غير الوصفات التانية. هاضيف حوالي ربع ده كيلو. الطماطم بتكون قليلة في السمك، برضو طواجن السمك بتحب الطماطم قليلة ما تبقاش كتيرة فيها. أول ما تتسبك معايا هضيف لها شوية مية بالشكل ده وأخففها معايا. هجيب طواجن السمك اللي معايا، هجيب طواجن وهحط فيها السمك بالشكل ده. هحط السمك بالشكل ده. السمك ده لازم أتبله طبعا بالثوم والكمون والليمون والملح والتوابل بتاعتي احنا عارفين. وبعد كده هنزل بالصلصة بتاعتي اللي أنا خففتها بشوية مية، وعليها معلقتين حلوين كده من السمنة البلدي، وبتدخل الفرن بتبقى خطيرة جدا. أول ما يجي معايا بتطلع بالشكل ده. احنا هنا بنقدمه مع الفطير الأبيض. الفطير الأبيض عملته كتير معاكم مع الصفحة. أتمنى لو وصلتوا هنا وعجبكم الفيديو والوصفة ما تنسوش اللايك والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.